صباح الورد والياسمين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة الجو ساقع اوفر، والهوا شغال بيخبط في البيت من بره، وعايزين نتدفى وناكل كده حاجة حلوة في البيت معمولة نظيفة. قمت حضرت العيش، خبزت العيش في البيت، وعملت كمان شوية حواوشي بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. فيلا نشوف حضرناهم ازاي. جبت حوالي 400 جرام من اللحمة المفرومة، وعليهم بصلة متوسطة مفرومة فرم ناعم، وبنزل بيها على اللحمة المفرومة، ومعلقة من بهارات الحواوشي اللي بتشتريها من عند أي عطار، ورشة ملح كده مش كتير، حوالي ربع معلقة، علشان اوريدي بهارات الحواوشي فيها ملح، ونص معلقة من الفلفل الأسود. عايزة أقولكم المعلقة اللي أنا بستخدمها دي صغيرة خالص، بمقدار نص معلقة من معلقة الشاي، يعني المعلقة الواحدة من دي نص معلقة من معلقة الشاي. وحطيت كمان معلقة من البابريكا، يعني بهارات حواوشي وملح وفلفل أسود وبابريكا. ولو عندك اللحمة المفرومة بتاعتك نسبة الدهون فيها قليلة خالص، ممكن تضيفي معلقة سمنة بلدي أو أي نوع سمنة يكون نوعيته حلوة وريحته حلوة. لو كمية الدهون حلوة خلاص كده احنا اكتفينا بالبهارات اللي احنا حاطينها والبصل وخلاص كده. المهم دمجت الخليط كله مع بعضه كويس خالص، وبعد كده اكورهم واسهل على روحي الحشوة. هعملهم 4 كور، انا مش عايزة غير 4 ارغفة بس من الحواوشي. طلع لي كمية حلوة خالص، يعني اللحمة المفرومة لكل رغيف مع خليط البصل حوالي 130 جرام. وهجيب العيش بتاعي، انا عايزة اقولكم العيش لسه عاملاه حالا فريش، يعني ده معمول في البيت، شايفين عامل ازاي؟ كل العيش نافخ يعني، ما شاء الله كل العيش، ما فيش واحد ما نفخش يعني. عايزين تشوفوا طريقة العيش؟ ادخلوا في القناة هتلاقوا طريقة عمل العيش البلدي في البيت. مطبخ كام هيطلع لكم كل الفيديوهات العيش اللي انا عملتها. شوفوا الطريقة وجربوه وقولوا لي ايه رأيكم. هنفتح العيش بالمقص كده، هتشوفوا العيش عامل ازاي من جوه، مفهوش اي لبابة خالص، وكمان السمك بتاعه ممتاز. هاخد الكورة من كرات اللحمة اللي انا عملتها وابدأ افردها كويس خالص في العيش. يا ريت ما نكترش كمية البصل في الحواوشي، علشان بس اللحمة ما تكشش جوه الرغيف لما تدخل تستوي في الفرن. عايزين تحطوا خضار فلفل الوان مفيش مشاكل، بس المهم ما نكترش البصل كتير، يعني البصل تكون ربع كمية اللحمة بالظبط. هعمل كمان رغيف تاني، نسيت ما اقول لكم ان انا حطيت سيكة شطة حمراء في الخلطة، علشان كده تدي طعم حلو في الاكل. وكمان هعمل رغيف فيه فلفل اخضر حار، ده برضو طلب خاص في البيت عندي يعني. فلو عايزين تحطوا فلفل حار او فلفل بارد مفيش مشاكل، انا حطيت بس رغيف واحد حطيت له فلفل حار، والتلاتة بس اكتفيت بسكة الشطة اللي انا حطيتها في الخلطة. بس كده هعمل كل الأرغفة بتاعتي احشيها بالشكل ده. وبعد كده هبدأ أدهن العيش من الناحيتين بالفرشة كده بشوية زيت محترمين، واكون مسخنة الفرن على اعلى درجة، وادخلهم الفرن على الرف في النص. اول ما ياخدوا اللون من فوق هقلبهم على الناحية التانية علشان ياخدوا اللون من تحت. عايزة اقولكم انه الحواوشي العيش بياخد اللون اسرع من الناحية اللي من فوق اكتر من الجزء اللي من تحت. فهتلاقوا في الاول انه العيش اخد اللون من فوق الاول، وبعد كده تقلبوه تجيبوا اللي من تحت من فوق هياخد كمان اللون من فوق، مع ان احنا حاطينه على الرف اللي من تحت، بس هو بياخد اللون من فوق الاول. بعد كده هطلعهم واضيف لهم جبنة موتزاريلا، ودي برضو حرية شخصية. انا برضو حطيت جبنة في كل العيش بس بكميات مختلفة، يعني اللي عايز كتير حطيت له، اللي عايز قليل حطيت له، اللي عايز وسط. بس انا حطيت في ال4 أرغفة. فبس اول ما العيش يستوي على طول هطلعه كده واحط فيه الجبنة، وبعد كده ادخله كمان دقيقتين الفرن بس الجبنة تسيح وخلاص كده. عايزين تضيفوا الجبنة برضو مع اللحمة في البداية خالص، تخلطوها مع اللحمة مفيش مشاكل، برضو مش هي يعني مش هيغير من الطعم حاجة، بس المطة بتاعت الجبنة دي لما تحطوا الجبنة كده في الاخر بعد العيش ما يستوي. هحط كده كمية الجبنة بتاعتي وادخله الفرن دقيقة واحدة او دقيقتين لحد ما الجبنة تسيح وخلاص كده. وكده اكلتنا استوت. طبعا جنبها شوية بطاطس، شوية مخللات، شوية طماطم، الحاجة اللي انتوا تحبوها حطوها جنبها.
انا هحط كده شوية مخللات وشوية طماطم تشيري وخلاص كده. شايفين هنا الجبنة عاملة ازاي بعد ما ساحت، والمطة رهيبة. هبدأ اقطع العيش واحطه في طبق التقديم، وخلاص كده اكلتنا انتهت. عايزه اقولكم الحواوشي كريسبي من بره رهيب العيش، ومن جوه اللحمه جوسي وطعمها قمر والتتبيله رهيبه. يعني كلمتي المعتاده كتر البهارات في الاكل بتغير طعم الاكل، ما بتعملش اي تيست في الاكل، بالعكس هي بتغير طعم الاكل ما بيبقاش حلو. تحسوا كده الاكل كله بهارات انتوا مش عارفين تحددوا ايه ده بالظبط. فيا ريت ما نكترش من البهارات ونستمتع بس بالطعم الاصلي، الطعم الاصلي بتاع الاكله. شايفين هنا العيش عامل ازاي، لونه قمر وكريسبي ازاي، وكمان مطة الجبنة رهيبة واللحمة جوسي وقمر، ملهاش حل. اتمنى تجربوا الوصفة بتاعت النهاردة ونعمل العيش في البيت. انا زي ما قلت لكم عاملة العيش في البيت، طالع يعني انضف من بره مليون مرة وكمان ارخص. فنعمل كل حاجة في البيت، الموضوع مش مستاهل يعني ان احنا كل حاجة نجري نشتريها من بره. 400 جرام لحمة طلعت لنا طبق كبير بالشكل ده من الحواوشي. اتمنى الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم. ما ننساش لايك وشير للفيديو، واللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وتابعوني على صفحة الفيسبوك مطبخ كما، نفس الاسم ونفس الصورة. اشوفكم على خير ان شاء الله. See you. باي باي.